جعانه وعايز اكل حاجه حلوه، هعمل ايه؟ رقم واحد هنمشي بالترتيب اللي انا هقوله دلوقتي. رقم واحد هشرب ميه، عشان قد يكون ان انا كميه جسمي متفسره غلط، وانا اصلا اوريدي عطشانه. حضرتك مش بتشربي ميه كويس، فدايما بيديكي الارمات ان انت جعانه. مش عشان الميه هتخش له اوريدي مع الاكل بس. فاول حاجه لازم نشرب ميه. رقم اتنين، هاخد يا اما وصفه سد الشهيه اللي انا قلتها، الاربع مكونات. ارجعوا للفيديو اللي فوق هتلاقوا الاربع مكونات، الفيديو متثبت فوق. او هاخد حاجات من الفوار اللي هي السيليوم هاسك اللي موجوده في الصيدليه، زي الفايبروكرو، زي الجو فايبر، زي اليونيلم. الحاجات باخدهم كيس على نص كوبايه ميه، وبشرب وراه كوبايتين ميه كبيره. رقم ثلاثة، هاخد ربع رغيف جبنة. يا دكتورة أنا قلت لك عايز آكل حاجة حلوة، إيه ربع رغيف جبنة؟ برضو هاخد ربع رغيف بمعلقتين جبنة قريش أو بيضة أومليت بالخضار، يعني هاكل أي وجبة. وبعدين رقم أربعة، هاكل الحاجة الحلوة. طيب طالما انا من الاول يا دكتوره هاكل الحاجه الحلوه، يبقى ايه لازمه الثلاث خطوات الاولانيين؟ رقم واحد، في الثلاث خطوات انا عودت مخي، عملت كده تمرين لمخي باني بعمل حاجه اسمها الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ان انا بعمل تعديل لمخي بانه يفكر هياكل ايه. بعمل حاجه اسمها مايندفول ايتنج، انا بمرن مخي، بمرنه على الاكل اللي انا هاكله، يعني بيفكر هياكل ايه قبل ما ياكل. دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي انا عملته، الترتيب اللي انا عملته ده قلل لي حجم المعده، خلى حجم المعده بتاعتي صغر، فكميه الوجبه اللي هتخش هتقل. رقم ثلاثة، الاستفاده الاكبر ان كميه الالياف اللي انا حطيتها هتخلي مستوى السكر او المؤشر السكري بتاع الحاجه الحلوه اللي انا هاكلها تقل، فالسكر مش هيطلع بسرعه، فمش هينزل بسرعه، فمش هجوع تاني، فالحاجه الحلوه مش هتفتح لي السكه تاني لاني اروح الخبط وابوظ الدايت واكل اي حاجه قدامي. فالاربع خطوات دول مهمين جدا. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو اللي انا عامله له منشن تحت، اللي هو بتاع علاج الجوع العاطفي، عشان تتفرجوا على خطه التعديل السلوك، وتتفرجوا على لما عاوز اكل هعمل ايه بالتفصيل. باي باي. متنسوش دايما صحتكم بامان مع دكتوره عزه شعبان. نسيف بقى الفيديو ونعمل له لايك. باي.